السلام عليكم. معكم محمود احمد، سلسله الدروس الخاصه بنا بلغه برمجه بايثون 3. الجزء ده بنتكلم عن الويب ديفلوبمنت باستخدام جانجو. الدرس اللي فات كريتنا بروجكت وشرحنا المكونات بتاع البروجكت بتاعتي وشرحنا كل فايل ايه فايدته. كنا في الدرس اللي قبله شرحنا جانجو يعني ايه MVT فريم ورك، وشرحنا يعني ايه اصلا فريم ورك وايه MVT وازاي جانجو بيشتغل، وقلنا الموضوع مش هيبان قوي غير لما نبدا نكريت بروجكت ونكريت ابلكيشنز. الدرس ده يوضح لك مفاهيم شويه عن الدرس بتاع جانجو MVT فريم ورك، لانك تبدا تشوف الفيو فايل والتمبلت والفايلز اللي احنا كنا اتكلمنا عنها هنشوفها النهارده ان شاء الله لما نكريت ابلكيشن. مش هنشوفها كلها بس هنشوف اغلبها، وعلى مدار الكورس هنعرف ازاي الفايلز دي بتتكريت وازاي نقدر نتعامل معاها. خلونا الاول نبدا نكريت ابلكيشن ونشوف ايه المكونات او ايه الفايلز اللي موجوده جوه الابلكيشن بتاعي وازاي ان انا اقدر اتعامل معاها. خلينا الاول ندخل في الفولدر بتاع هالو جانجو. المره اللي فاتت كنا وقفنا على الديسك توب وبعد كده كريتنا بروجكت. المره دي عشان انا كريت ابلكيشن لازم ان انا ادخل جوه البروجكت فولدر، يعني لازم ان انا ادخل جوه الهالو جانجو هالو جانجو، ضغط تاب بيكمل لك. طبعا ضغط داير هيعرض لي الملفات اللي هي موجوده الهالو جانجو فولدر والمانج دوت بي او. دلوقتي انا عاوز اكريت ابلكيشن عندي. هبدا استخدم، قلنا قبل كده المانج دوت بي واي بستخدمه عشان اروح السيرفر بتاعي او اني اكريت ابلكيشن زي كده. هنكتب مانج دوت بي واي، بعد كده ستارت بروجكت. المره دي بروجكت مش اب، ستارت اب. المره دي اب مش بروجكت، اب. الفولدر ده هنسميه هالو بس. انتر. تمام. تعالى نفتح كده الفولدر بتاعنا. ايه اللي ظهر جديد؟ المره اللي فاتت كان ظاهر الفايلين دول بس، الفولدر والفايل. فايل مانج دوت بي واي اتكلمنا عنه، والفولدر ده اللي كنا اتكلمنا فيه عن ستينجز والانت واليو ار ال. ولو لاحظت حاجه هتلاقي فيه فايلز ظهر جديد هنتكلم عنها برضو دلوقتي ان شاء الله. تعالى نفتح الهالو. ظهر 5 فايلز. 5 فايلز دول هم اللي انت هتتعامل معاهم دايما في الابلكيشن بتاعك. خلينا نشوف فايده كل فايل فيه. اول فايل ده الانت، اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات وهنتكلم عنه دلوقتي برضه. الانت قلنا كل فايدته ان يعرف بايثون ان الفولدر ده، الفولدر اللي اسمه هالو، عباره عن بايثون باكج. بايثون يتعامل معاك كانه بايثون باكج. وقلنا ان انت لما بتيجي تكريت باكج بتحط الفايل ده اساسي، حتى لو بتحط الفايل ده فاضي مفيش جواه اي كود. الادمن عباره عن فايل بتدخل جواه تكتب اكواد خاصه بالادمن، تعدل اي حاجه او تتعامل كل شغلك مع الادمن. الموديل، الفايل ده قلنا بيحتوي، لو احنا كنا بنتكلمنا في الدرس بتاع جانجو MVT فريم ورك قلنا قبل كده ان الموديلز خاصه بالداتابيز، كل تعاملك مع الداتابيز، تضيف، تعدل، تعمل انسيرت، تعمل ديليت، كل شغلك كده. التست ده خاص بالتست بتاع الابلكيشن بتاعك، ويعتبر مش هنتطرق لها في الكورس ده قوي بس هنشوفها ان شاء الله في المشاريع الجايه وهنعرف ازاي بنستخدمها. الفيو بيحصل فيها كل الاكشن اللي بتحصل قبل ما الموقع بتاعك يروح عند الكلاينت، كل الشغل اللي عند السيرفر، وبتهتم ان هي تعمل عرض ال HTML فايلز او الكود بتاع الديزاين. يبقى ده كان شرح لل5 فايلز اللي عندك. لو انت لاحظت حاجه قلنا عنها، ايه الملف الاخضر ده؟ ما كانش ظاهر المره اللي فاتت. الفايل ده اسمه بايت كود، لو انت جيت تفتحه مش هيتفتح، ولو لاحظت ان هتلاقيه بنفس الاسم، يعني ده انت وده انت، ده ستينجز ده ستينجز. الفكره ان بايثون بيحول الفايل ده اللي هو ستينجز لحاجه اسمها بايت كود، وبيبقى نفس الفايل يعني نفس الكود اللي جوه بنفس الاسم، وكذلك الانت. طب ليه بايثون بيحوله؟ هو حول كل الفايلز اللي جوه البروجكت بتاعك او الابلكيشن بتاعك كده. ليه بقى بيتحول الكود العادي ده لبايت كود؟ كل الفكره ان عشان البرنامج بتاعك يكون سريع، بايثون بيحول الفايل ده لبايت كود عشان البايت كود تحويله اسهل والتعامل معاه اسرع. فكل الكود اللي موجود في الستينجز زي ما قلت موجود، ستينجز دوت بي واي موجود في البايت كود ده. كل ما انت بتعمل رن، لو انت كتبت كود جديد لما انت بتعمل رن، الكود اللي هنا بيتكتب برده هنا علشان خاطر السيرفر يبقى سريع. يبقى احنا النهارده كريتنا بروجكت، كريتنا قصدي ابلكيشن اللي هو هالو، شرحنا الفايلز اللي جوه الانت والادمن والموديل والتست والفيو.
وشرحنا يعني ايه بايت كود وايه الفرق بينه وبين الكود العادي. درس النهارده خالص كان درس بسيط. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الجانجو سيرفر، هنعرف السيرفر اللي موجود ازاي رنه، ازاي اتحكم في الاي بي، ازاي اتحكم في البورت نمبر، السيرفر ده ايه فايدته، وامتى استخدم السيرفر وامتى ما استخدموش. انتظرونا ان شاء الله في الدرس الجاي، واتمنى الدرس النهارده يكون واضح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.